فريال محضرة روحك رمضان 2023. اي حاضرة. وانت بابارازي حاضرة باش تتفرج معايا في المسلسلات وش عاملهم تقييمات؟ شنو حضرت قنوات التونسية رمضان 2023؟ صار انت في بالكش بابارازي ملاجيني لي. القنوات التونسية بدأت من فترة الإعلان على مسلسلاتها، والبداية كانت مع القناة الوطنية اللي أعلنت على مسلسل الجبل الأحمر. الجبل الأحمر هو مسلسل من إخراج المخرج ربيع التكالي اللي سبق وكانت عنده تجربة إخراجية من خلال مسلسل الشورب على قناة التاسعة. المسلسل يضم عدد كبير من النجوم على غرار مرام بن عزيزة، فتحي الهداوي وعزيز الباقي. فيما يخص السلسلات فالقناة الوطنية راهنت على سلسلة ليلا ساندريلا. ليلا ساندريلا هي سلسلة من إنتاج سونيا بن بلقاسم اللي سبق وقدمت تجربة إنتاجية ممتازة على منصة شاهد من خلال سلسلة زينة وعزيزة. أما قناة نسمة فراهنت السنة على السيت كوم كابتن ماجد اللي يضم عدد كبير من النجوم على غرار أمير التليلي أو أمير السلام ميسيو، كمال التواتي ويونس الفارحي اللي هو زاد سيناريست العمل. إنه قناة نسمة راهنت أيضا على سيت كوم سبق الخير اللي كان فيلم وحقق نجاح كبير في تونس. السيت كوم يضم عدد كبير من النجوم على غرار كريم الغربي، لطفي العبدلي، رشا معاوية، أحلام الفقيه، لبنى الزديري وغيرهم من النجوم. أما على قناة الحوار التونسي وبعد ما سامي الفهري وعد جمهوره إنه باش يقدم لنا مسلسل خلال رمضان 2023 يبدو إنه مستكملش التصوير. هذاك علاش قرر إنه يخلي بلاصتو لسوسن الجمني اللي باش تقدم لنا مسلسل فلوجة. مسلسل فلوجة يتعدى حصريا على قناة الحوار التونسي وعلى منصة سامي الفهري ويضم عدد كبير من النجوم على غرار ريم رياحي، محمد مراد، نسيم بورقيبة وغيرهم من النجوم. أما قناة التاسعة فبعد ما وعد جمهورها بمسلسل العيشة اللي باش يرجع محمد أمين حمزاوي بعد أكثر من 6 سنين غياب عن التلفزة قررت إنها ما تبثوش، والسبب إنها ما استكملتش التصوير. أما قناة حنابالو قناة تلفزة تي في وبعد ما وعدونا بمسلسل الفار اللي يضم عدد كبير من نجوم الرياضة والفن وكان باش يتعدى في النص الثاني من شهر رمضان يبدو إنه تأجل، وهذا حسب تدوينة نشرها مخرج العمل. باباراتي فاش ناوي تتفرج؟ أنا بعد شغال فترة ناكل ونرتاح، هذاك علاش كان فما حاجة فيها ماكلة قل.